ايوه يا استاذ طلعت. أيوة يا الاول عرف نفسك طلعت حسين. لجمهور الفيسبوك. لا الناس كلها عارفه الحمد لله. معلش في ناس على لا، الصفحات. طلعت حسين. ماشي. حضرتك هنا مختص بايه او مسؤول هنا على البالون هنا؟ يعني صنايعي من ضمن الصنايعيه اللي موجودين من الفنانين الموجودين. هو المفروض ان ايه بحكايه الشوايه؟ انا مش فاهمه، بتقول لي شوايه ومش شوايه. حكايه الشوايه الشوايه دي ماشي. الدكتور مدحت كان بيتكلم ومكلف ناس ان هم يدوروا علشان نجيب شركه. الشوايه دي احنا بنشد المناظر بايدينا بصحتنا، اللي هي حاجه زي دي كده، زي الديكور اللي طالع. يعني الديكور ان هو بيتشد، يعني العمال بيشدوه ويطلعوه وينزلوه. دي في حاجه ممكن تعملها اوتوماتيك اسمها الشوايه. هم هيجيبوا شركه تعمل مواتير وتعمل كنترول ليها، تطلع وتنزل بزراير. ماشي، بدل الناس ما تتبهدل وتشد وتعمل. حتى كان من قيمه فتره كانوا جايبين شركه بتشوفها عشان تشوف اذا كانت هتعمل دوت او المقايسه بتاعتها او كده. بس فده من ضمن الحاجات برضو اللي هو بيعملها يعني. وقلت لي ان في كمان السماعات اللي اتركبت هنا ديت. جايب سيستم جديد. في سماعات هنا برضو. كام سماعه؟ انا صورتهم بالصور كده الفوتوغرافيه. هم حوالي 14 سماعه ولا في حدود دي. 14 سماعه. يعني هنا داخل البالون نفسه هنا. لا هو ده سيستم كامل للصوت. احنا دلوقتي على خشبه مسرح البالون. هو جايب سيستم كامل للصوت. طبعا عشان الاضاءه مش جامده فمش مبينه السماعات. لا هم اغلب الناس عارفه، والناس اللي اشتغلت على المسرح والفنانين عارفين يعني. في تاني انت قلت لي ان هو كمان طبعا احنا صورنا جبنا حاجات للاضاءه. صورنا كمان شبكه الصرف اللي هو عاملها، صورناها بصور فوتوغرافيه. وقلت لي ان في كراسي كمان جايبها جوه عند الفنانين. اللبس هنصورها برضه. وكراسي البير الموسيقى. ماشي. وحاجات في الاضاءه جايبين برضو حاجات. هنا الاضاءه هنا كشافات جديده. في بعض الكشافات اللي احنا شايفينها مش كلها، يعني اللي هي تقريبا الطويله دي. كم كشاف يا استاذ صلاح؟ احنا جايبين صورة كامله ورا، وحوالي في كل هرسه في 3 او 4 بدايه. يعني نقول على الخشبه هنا كم واحده؟ على الخشبه هنا بتاعه المسرح هنا كم واحده؟ احنا جايبين حاجات حوالي 400,000 جنيه، ده غير الزوم فوق. ماشي. يعني جايبين، يعني قولي مثلا انت حوالي 40% من الحاجات الاضاءه موجوده على الخشبه بس. جايه جديده يعني. طب جميل. احنا الحين دلوقتي على الملابس. طيب ماشي. مش مشكلة، أي أوضة بس نشوف فيها احنا هنا ده الجزء ده خاص بالفنانين. دي مجموعة كراسي. وكل اوضه بقى فيها كراسي زي كده. ما كانش في الكراسي دي الاول موجوده يعني. لسه هو اللي مشمع عليها. كل يعني برضو المساحات صغيره جدا هي الاوضه كده تقسيمتها. في حاجه تانية هتوريها لي يا استاذ صلاح؟ لا ده الكراسي وشبكه الميه والصوت والكهرباء. لسه هنعمل ستاره جديده. والستاره انت قلت لي برضو على ستاره المسرح. فيها برضو القماش بتاعها. القماش. القماش دي هو الناس اللي طب هل القماش القديم بقى الموجود ده هل ممكن احنا نستخدمه في حاجه ولا كده بيكحن؟ لا ممكن تروح مثلا لو عايزين مسرح اسكندريه الستاره دي تركب. يعني انا قصدي ممكن ان هي تتوضب وتركز ان احنا برضو نستغلها في حاجه ثانيه يعني. مسرح اسكندريه. شكرا يا استاذ صلاح، الف شكر.